مرحبا بكم في فيديو جديد. هل فكرت يوما ما أنه قد يكون هناك شخص مشابه لإحدى شخصيات في كرتون مغامرات دورا؟ أعتقد أنك لم تفكر في هذا من قبل، لذلك سنقدم لكم اليوم 10 شخصيات كرتونية من كرتون مغامرات دورا موجودون بالفعل في الحياة الحقيقية. بيني ثور، من منا لا يعرف هذه الشخصية الطبية والتي تعتبر جزءا أساسيا في الكرتون الأمريكي دورا، ولكن الجميع الآن يتساءل كيف يمكن أن يكون هناك شخصية مطابقة له في الحياة الحقيقية، علما بأن لون الثور الحقيقي أحمر غامق. ولكن هذه الصورة التي سنعرضها عليك الآن ستغير وجهة نظرك. لا تتفاجأ، أعتقد أنا أيضا أنه لا يوجد هناك ثور لونه أزرق. سنقر لا تسرق، قولوا معنا سنقر لا تسرق. من منا لا يعرف هذا الثعلب الماكر الذي يحاول في كل مرة أن يسرق دورا وصديقها موزو ويفشل فشلا ذريعا، ولكن هل من الممكن أن نتخيل كيف سيبدو ذلك الثعلب الماكر في الحياة الحقيقية؟ أعلم أنه مثل أي ثعلب قد رأيناه في الحقيقة، ولكن لا تنسى أن هناك أنواع ثعالب، فهذا الثعلب يعتبر من ضمن الثعالب تخينة الذيل. السنجاب تيكو هو الوحيد الذي لا يجيد اللغة العربية، فقط يجيد اللغة الإنجليزية، ويعتبر صديق دورا وموزو، كما أنه يحب اللعب والمرح، ويمتلك سيارة صفراء اللون، يعيش في شجرة بلوط كبيرة، كما أن عمره أيضا 4 سنوات. هل لك أن تتخيل كيف سيبدو لو أنه في الحياة الحقيقية؟ من وجهة نظري أعتقد أن لونه في الحياة الحقيقية أجمل من لونه الذي يتواجد فيه في الشخصية الكرتونية. أخبرونا أيضا أنتم عن آرائكم في التعليقات. ملك الفراشة. بينما نريد أن نتحدث عن أجمل الكائنات في هذا العالم، بالفعل سنتحدث عن الفراشات، وبشكل خاص عن ملك الفراشة أرجوان اللون، يرتدي تاجا ذهبيا ولديه أجنحة علوية حمراء مع أشكال صفراء وحمراء جميلة جدا. ولكن هل لك أن تتخيل كيف ستبدو لو أنها في الحياة الحقيقية؟ بالنسبة لي لا تعليق على ذلك الفرق، وجميع الفراشات تشبه بعضها البعض في الجمال. الخريطة تعيش في جيب حقيبة الظهر الذي تحملها دورا، فهي عادة ما تكون مضحكة جدا ودائما تغني أغنية أنا خريطة، تستعين بها دورا لأنها تعرف الأماكن التي ستذهب إليها، وهذا هو شكلها في الحياة الحقيقية. إيسا آكلة العشب هي شخصية محبوبة وذكية جدا، تعيش في حديقة الزهور وتحب زراعة أنواع مختلفة من النباتات، كما أنها معروفة بمهاراتها العالية في حل المشكلات. ولكن هل لك أن تتخيل كيف سيبدو مظهرها في الحياة الحقيقية؟ ما لا تعرفه عن الشخصية الحقيقية هو أنها نوع من السحال المهددة في الانقراض. حقيبة الظهر هي حقيبة دورا وصديقتها، كما أنها تعتبر هدية من والدي دورا لدورا. تستعين دورا بأشياء موجودة داخلها لحل المصاعب، كما أنها ترافق دورا في جميع المغامرات، وهكذا يبدو مظهرها في الحياة الحقيقية. القرد موزو. من منا لا يعرف القرد موزو، فهو صديق دورا الذي يرافقها إلى جميع الأماكن، حيث كما أنه يحاول إيجاد حلول لجميع مشاكل دورا أثناء المغامرة. ولكن كيف سيبدو مظهره في الحياة الحقيقية؟ يبدو مظهره لطيفا جدا. لكي لا ننسى، القرد موزو يعتبر من فصيلة قرود البونوبو، وهي فصيلة تصرفاتها تشابه تصرفات البشر. أخيرا، الشخصية الرئيسية والأساسية دورا المغامرة. لا نريد أن نطيل عليكم بشرح عن تلك الشخصية الجميلة، ولكن ما لا نعرفه عن دورا هو أنها تبلغ 7 من عمرها، فلهذا الأمر دائما ما تسأل الجمهور على الحلول، لأنها تعتبر غير واعية بالأصل. أما الآن دعونا نرى كيف سيبدو مظهرها لو أنها في الحياة الحقيقية. لا أريد أن أعطي رأيا عن هذه الصورة، لذا سأترك لكم التعليق. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد. إلى اللقاء.